بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين الكتاكيت بتاعتنا ان شاء الله ده آخر الأسبوع التاني. زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، اول اسبوع اول ما بنستقبلهم على محلول معالجة الجفاف. مفيش محلول معالجة الجفاف، هتحطي معلقة عسل اسود على 2 لتر مية، وتكون المية دافية بسيط جدا جدا، ما تبقاش من حنفية لانها بتبقى ساقعة جدا وهم لسه صغيرين. دي اول ما بنستقبلهم. بعد كده تاني اول يوم طبعا احنا بنستقبلهم بيبقى بعد الظهر، ما بيبقاش من اول اليوم قليل قوي. لو اول اليوم 8 ساعات المية بالمحلول معالجة الجفاف، وبعد كده 8 ساعات التانيين بالليل هنبتدي بالمضاد الحيوي لمدة 3 ايام. يخلص المضاد الحيوي ده التحصينة اللي بيديها لك الدكتور البيطري لما بتشتري الكتاكيت. تاني حاجة بنخلص 3 ايام بندي بقى بعد كده فيتامين 3 ايام، وبعد كده بنتوكل على الله ونبتدي نتعامل معاهم معاملة. اهم حاجة التدفئة تبقى معقولة، يعني في حدود 32 35 بالكتير قوي. جيبي ترمومتر وحطيه. دي حاجة. تاني حاجة بتبقى التهوية مظبوطة كده معاكي تمام. الأرضية بقى بتبقى ناشفة باستمرار. حاولي بقدر الإمكان أول ما تتبل جزء تشيليه وتحطي ناشف، ما تشيليش كله في الأول علشان ما يبردهمش. تمام. الاسبوع الاولاني خلاص. الاسبوع التاني بدأنا نحط في العلف كيلو علف، بحط عليه نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون، نص معلقة حبة البركة، بحط نص معلقة حلبة مطحونة او حصى. بخلطهم كلهم كده على بعض وابتدي احط شوية شوية ياكلوهم، احط غيرهم. تمام. ده بعد كده بنستمر بقى. المية بتاعتنا بغليلهم بالليل ينسون، بحط كوباية ينسون على 2 لتر مية. ينسون بالليل، مرة حلبة بالليل. الحاجات دي بالليل كويسة جدا جدا. نعناع كمان بيعمل عندهم التنفس يبقى كويس، والكزبرة اللي بنحطها والكمون بتخلي المعوي معايا كويس، فبالتالي بنتفادى اي حاجة. الأعشاب عشان تبقوا عارفين ما بتكبرش. الأعشاب بتغير من طعم الفراخ علشان خاطر البادي اللي بياخدوه. طبعا البادي اللي بيتاخد ده بيبقى فيه تخزين خاطئ، ان هم بيخزنوا فترة طويلة، فبالتالي بيبقى فيه لازم نحط مضاد سموم. مضاد سموم دوت في ناس بتستخدم الخل فما بيديش النتيجة المرضية، فاحنا بنجيب من عند البيطري مضاد السموم بيدهولنا. بنحط غطا على 4 لتر مية، نديهم كده سقوة فيتامينات. في بنش عنده ممكن نحط في المية او نحط في العلف. الحاجات دي مهمة جدا جدا. بنبتدي بقى نعمل خلطة البصل والثوم والليمون والخل. بنحطهم مع بعض ونعصرهم وناخد المية نديهم سقوة كده يكونوا عطشانين، والأكل نحط عليه البصل والحاجة نديها لهم وجبة الصبح تخلص. ما نحطش عليها علف، لا تخلص نغسل الحاجة ونبتدي نحط العلف لوحده تماما. ما احطش اكل على اكل عشان ده ما يعملش فطريات ويعمل لنا حاجات خاطئة احنا في غنى عنها. زي ما انتم شايفين الكتكوت غالي جدا جدا، يعني وصل النهاردة كده ب57، امبارح كان ب57، 26 واحد كان ب57. يا عالم النهاردة هيبقى ب58 ولا هيبقى ثابت، بس في الفترة دي ما بيثبتش خالص. الناس كتيرة دلوقتي بدأت تربي في البيت علشان خاطر أسعار الفراخ العالية، وبالتالي كمان الفراخ اللي بتتباع ما بتبقاش طعمها كويس. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. انا السقايه اللي انتم شايفينها دي شايفينها نضيفه ازاي، لازم تبقى بالمنظر ده. تتغسل يوميا بالكلور والصابون وتتطهر بالخل. حاطه فيها ايه الميه النهارده؟ حاطه فيها ميه بشرت بصلايه، وحطيت فيها 3 فصوص ثوم او 4، وحطيت ليمونه وخل تفاح وضربتهم جامد في الكبه، وعصرت الخلطة دي. حطيت المية هنا في العلافة، وخدت خلطة البصل والثوم والليمون وحطيتها على العلف بتاعهم زي ما انتم شايفين هم. بسم الله ما شاء الله بدأوا ياكلوه. لازم نحط الوصفة دي على جوع، لازم تبقى جعانين جدا. نتكلم كده بحاجة بسيطة جدا جدا علشان الدورة تكمل معاكي وتاخدي منها أوزان كويسة وتاخدي منها حاجة كويسة جدا. أول حاجة تجيبي الكتاكيت من حد موثوق فيه.
لازم تجيبي الكتاكيت من حد موثوق فيه. لو جبتي من اي حد مش عارفاه بيتحط في وسط الكتاكيت دي حاجات كده ساردة وحاجات مش فرز اول وحاجات لخبطه. وكمان في عز مثلا احنا دورة رمضان بيبقى فيه كتير جدا عايزين كتاكيت ومش بنلاقي، وبيبقى فيه ضغط. ففي الضغط دوت والزحمه وان كتير قوي عايز بيحصل لخبطه. ما كنتيش هتجيبي من حد موثوق يبقى من الاخر هيديكي حاجات صغيره وحاجات كبيره. انا حصلت معايا، انا اول مره انا متعوده لحد معين بجيب منه، وطبعا كان بعيد وليه مواعيد ولسه ما جابش، فجبت من حد قريب من البيت عندي فشكروا لي فيه وكده وجبت. بس المشكله ان هو فيه ملخبط، فيه صغير وفيه كبير، ده هو من ساعه من يوم ما جبته. فانا طبعا الواحد عشان ربى كتير وسنين عارف الفرق بين الحاجه البيور، الحاجه الفرز الاول بين الحاجه الفرز التاني. فحسيت ان هو ملخبط فرز تاني مع اول، فكانت دي المشكله. لولا ان انا ماشيه معاهم باعشاب وواخده بالي من كل حاجه، يعني ربنا يعدي الدوره ان شاء الله دي على خير. لان طبعا بتحصل مضاعفات وبتحصل مشاكل، الواحد بقدر الامكان بيحاول يعالج الموقف علشان خاطر ما يكونش فيه نسبة نافق عالية. لأن الناس اللي مش موثوق فيها يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني. فالحمد لله الحمد لله، ربنا يا رب إن شاء الله يكمل الدورة دي على خير. احنا بنحاول نهتم بالكتكوت من أول ما يجي لغاية لما يتذبح، يعني كل الوصفات اللي هي بتفيده او كل العوامل اللي هي المفروض تبقى كويسه ليه بالنسبه للتهويه وبالنسبه للتدفئه لازم نكون واخدين بالنا منها. وبالنسبه لتطهير الارض كمان لازم تكون الارض بالطريقه دي كده زي ما انتم شايفين. احنا حاطين لها جير مطفي، والجير المطفي دوت مفيش منه اي مشكله للكتاكيت. هو لو كل منها ده كالسيوم طبيعي مفيش اي مشكله. الحاجات التانية ان احنا مثلا بنحط وصفات في الميه ووصفات في الاكل علشان خاطر الكتكوت يبقى او الفرخه بتبقى لما عند الذبيح بتبقى واخده طعم البلدي. الاعشاب ولا الحاجات دي مش هنقول عليها بتكبر، لا، كل حاجه بتاخد وقتها. فاحنا بنكبرش الحاجه قبل اوانها، كل حاجه ليها. يعني الكتكوت القب دوت او الكتاكيت البيضه دورتها 45 يوم وممكن تقعديها ل50 يوم مفيش مشكله، بس هتسحب منك في ال50 يوم علف كتير وكده. ممكن ال40 يوم يتذبحوا، عايزه تسيبي 10 ايام تاكليهم بقى، تجيبي بادي مع فول مجروش مع ذره مع عيش، تحاولي تغيري بس العلف. بس احنا بالطريقه اللي بنمشي بيها مع الاعشاب وخلطه البصل والثوم والكزبره والكمون اللي بيتحطوا في العلف بنغير لحد ما طعم الفرخ بيبقى طعمه غير اللي بتشتريه من بره نهائي. واحد ربى كتير وجرب وعارف في فرق شاسع، تحسي ان انت بتاكلي فرخه بلدي مش بتاكلي فرخه بيضاء. فمهم جدا جدا الواحد متعود ان كل رمضان ان شاء الله بيجيب دوره كده ويربيها. كل سنه وانتم طيبين، ويدعوا لنا كده الدوره تكمل على خير ان شاء الله.